كان طويلا نحيفا يكاد أن يكون هيكلا عظميا متدثر بمعطف أسود من الكتان عريض الأردان. بعد زخات المطر تدلت خصرات شعره من ثنايا قبعته التي كانت في شكل جارة زرقاء بلون السماء. كان يجد الخطأ غير عابئ بما يدور حوله في المدينة، التكاكين والناس والحيوانات، وكانت عيناه تشيان بأنه زائر جديد إلى هذه المدينة. وبين الحين والآخر كان يتوقف أمام أحد المحلات الصغيرة وعيناه تطوفان في حوض السلال المصنوعة من القصب والقش. وعندما عرض عليه صانع السلال أن يشتري له سلة من القصب لاذ بالصمت ولم يحر جوابا، لأن من النادر أن يسأله أحدا شيئا. هبت ريح باردة على وجهه الضامر، عقد حاجبيه محاولا أن يكيف نفسه مع البرد القارس الذي هبط على غونيا في نهاية تلك السنة. أنا الرجل العجوز في البرد، قال لصانع السلال. لم يتوقف الرجل عن عرض بضاعته. انظر إلى مقابض السلال هذه، تحسس قعرها. لا يوجد لهذه السلال مثيلا في المدينة كلها، يمكنها أن تصعد رجلا إلى السماء. لست بحاجة إلى سلال حتى أصعد إلى السماء. عندما وقعت عيناي عليه لأول مرة، هو شمس التبريزي قبل فترة وجيزة من لقائه الشهير بمولانا الرومي. كان في 60 من العمر مثل عمري الآن. ها قد أصبحت الآن ذلك الرجل العجوز الضعيف البنية، ولم أعد أتوقف عن تكرار عبارة شمس المعهودة: أنا الرجل العجوز الواقف في البرد. لأن الموقد المتوهج في الحجرة التي أكتب فيها قصة سيدي وأستاذي لا يدفئ عظامي الواهنة، وقد طعنت في السن وأصبحت أكبر من الذين أعرفهم. لقد أضحى ذلك المريد الشاب المتحمس في الماضي المفعم بالحيوية والممتلي بالروح المرحة حكيما يأتي الآخرون الاستشارة وسماع مواعظه. لقد بلغت سن الوقار. لقد أصبح ذلك الشاب الرياضي الذي كان يكسر الجليد المتشكل فوق سطح البحيرة ليستحم في عز الشتاء يمضي وقته الآن أمام الموقد لا يرى. ركبتاي تؤلمانني، يداي ترتعشان قليلا بعد أن طعنت في السن واعتراني الوهن. أحاول أن أتخيل شمس قبل 40 سنة. أراه يهرع مبتعدا عن محل صانع السلال. أراه يسير في شوارع غونيا وزقتها، أول مدينة تنبثق من الطوفان، المدينة التي مر بها بولس والرسول برنابا والحواري توما، مجر مجالس المسيحية الأولى التي نهبها الصليبيون وعاثوا فيها فسادا، قبل أن تصبح عاصمة سلاطين السلاجقة في القرن السادس للهجرة. ولم تتمكن هجمات المغول من إطفاء شعلة هذا القلب النابض بالتجارة. هذه المدينة التي يقطنها أتراك ويونانيين وعرب وهنود وفرس وأفرنجة وأرمن ويغور وفينيسيون بل حتى صينيون. وفي الصباح الباكر من كل يوم كانت الجلبة التي يحدثها الصداؤون الذين يملؤون قربهم المصبوعة من جلد الماعز من القنوات الواقعة خارج المدينة وينقلونها على ظهور الجمال، توقظ سكان المدينة من نداءاتهم المرتفعة لبيع الماء العذب وأصوات غاسلي الثياب في ذهابهم وإيابهم بين النهر وبيوت زبائنهم الذين تنوء بغالهم وحميرهم بالألبسة الوسخة، والذين يعودون بعدها باكداس الثياب المغسولة النظيفة المطوية المعطرة، وعمال البناء الذين يجلسون عند مفارد الطرق الرئيسية ينتظرون مرور مقاولا في الصباح الباكر يبحث عن بنائين مهرة. ومن مواقع البناء الكثيرة قد تملك السلطان هوس البناء. يمكن سماع الضوضاء المنبعثة من البكرات والحبال التي ترفع العمال في سلال إلى قمم المعادن حتى غروب الشمس. أما في الأحياء السكنية فيبدو أن نداءات جامعي الأشياء العتيقة الذين يجوبون الشوارع لا تتوقف. ومن باحات المدارس بيرستان يمكن سماع أصوات الأطفال الذين يرددون بلا كلل بأصواتهم الحادة والرتيب آيات من القرآن. وفي الليل يتناهى إليك من نوافذ المارستان المنارة أصوات حوارات غريبة لأحد المجانين يعبر فيها عما يدور في راسه بصوت عال وبلغة لا يفهمها أحد سواه. وكانت تغلف الحمامات العامة سحب بخار الماء الحار المعطرة بروائح زكية، وتفوح من كهوف الأرمن رائحة النبيذ المعتقة غير عابئة بصليل سيوف المغول
أما العرافات اللاتي يرفعن في أيديهن طاسات الماء فكن يكشفن من خلال السائل المتجمع على وجه الحياة الخفي للنساء المدهولات المتحلقات حولهن. دأب الأجانب القادمون من الغرب على القول إن غونيا مدينة ضخمة تشبه مدينة بعيدة تقع وسط سهل خصب في الضفة اليسرى من نهر عريض يطلقون عليه اسم كولونيا. أما الأجانب القادمون من الشرق فقد اعتادوا على تشبيهها ببغداد، لا بل بمدينة هامبي الأبعد المسافر، قبل وصوله إلى الأناضول المشرق أو أناطول كما يلفظها صديقي اليوناني دريانوس. لم تكن تتملك شمس تبريز سوى رغبة واحدة، وهي اللقاء بأستاذ حقيقي، أستاذ روحي، لذلك راح يطوف في أرجاء البلاد وينتقل من بلد إلى آخر. كان شمس قد تعلم في تبريز مسك رأسه على يد شيخ يعرف باسم حائك السلال، وكان كل ما يعرفه ينحصر فيما علمه إياه ذلك المعلم الأول. لكن لم تمضي فترة طويلة حتى تركه شمس ليبحث عن معلم قادر على رؤية شيئا فيه لم يره حائك السلال ولا أي شخص آخر، ومثل حيوان بري لا يكف عن البحث انطلق شمس من مدينة إلى أخرى لعله يعثر على صياده. وقد قاده هذا الطواف الدائم إلى بغداد حيث التقى بالشيخ معروف، وسرعان ما انتشرت الكلمات التي تبادلها معه وبلغت بلاط الخليفة، وانتشرت في الحمامات العامة والحانات حيث ينال الجنود قسطا من الراحة قبل أن يخرجوا حتى تقطع رؤوسهم على يد المغول. لكن شمس كان نافذ الصبر، ففي أثناء لقائهم الوحيد والقصير جدا سأل الشيخ ماذا يفعل؟ فأجاب الشيخ إني أرى القمر في ماء الطست. فعرف شمس على الفور أن هذا الشيخ لا يصلح له، وأجابه ساخرا إذا لم يكن في رقبتك دم فلماذا لا تنظر إلى القمر في السماء مباشرة؟ بهذه الكلمات حطم شمس حماسة هذا الشيخ الحالم، وتوسل الشيخ الذي كان يتوق في أن يصبح أستاذا لهذا الرجل لأن يبقى، وأطلق عليه اسم المتيقظ المرشد الرفيق. لكن كل هذا الغريب الغامض لم يوافق، فأجهش الشيخ على كتفه وهمس حزنه في أذنه ومزق ثوبه ودفع صدره العاري إلى الأمام كي يراه شمس. لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح، فقد كان من رابع المستحيلات الإمساك بشمس. عرف شمس أنه يضيع وقته سدى مع شخص تافه كهذا، أنك لا تنفع لشيء، أنك لست جديرا برفقتي. كانت تلك كلمات الشمس الأخيرة قبل أن يولي ظهره للشيخ ويغادر بغداد. لم يعرف أحد تماما منه، فلم يكن يجيب على أي سؤال شخصي. كان يكسب رزقه من تعليم الأطفال القرآن وأصول الدين، وكان يعمل أحيانا في البناء أو في أعمال الدهان أو طلي الجص، ولكنه لم يكن يرغب في أن يعرف عنه بأنه صوفي أو معلم أو عامل غير ماهر، بل كان يعرف نفسه بأنه شخص أجنبي عالم في حركة العالم. وكان كلما وصل إلى مدينة جديدة يمكث في خان مع مسافرين آخرين، وكان يفضل أن يعرف نفسه بأنه تاجر وليس رجل دين أو معلما مبجلا. ولأن معرفته شأن غريزته كانت مدهشة، فقد كان يطلب منه غالبا أن يمكث في خانقة تكييف الدراويش أو في مدرسة محاطا بأجرانه، لكنه كان يرفض تلك الدعوات ويجيب بما أنه قريب فعليه أن ينزل في الخانات أماكن العبور. أما الذين يعرفون هذا المسافر فكانوا يطلقون عليه اسم الطائر، ويقال أنه جاب أنحاء العالم قبل أن يصل إلى غونيا حيث يعيش جلال الدين محمد البلخي المعروف باسم الرومي، لأنه أمضى شطرا طويلا من حياته في هذه المدينة التابعة للقياصرة التي كان تلاميذه يدعونه باسم مولانا. وكان شمس يشير إليه بالحرف ميم فقط. أن يدي تحترق عندما أكتب ما رأت عيناي، لكني لا أريد أن أواصل الكتابة بسرعة. في ذلك الوقت كانت الدروب والطرق لا تزال خطيرة، ولم تكن مطروقة كما هي في أيامنا هذه. أثناء كتابة هذه السطور فقد زحف أبناء جنكيز خان على هذه الأرض، ذلك الزمن الذي أطلق فيه المحارب شورغمان العنان لقطعانه الذين يزيد عددهم على 30,000 رجل، فعاثوا فيها فسادا وسلبوا ونهبوا وقتلوا وذبحوا سكان المدن القديمة الذين بدا أنهم بدلا من الدفاع عن أنفسهم كانوا يقدمون أنفسهم علفا لهم.
كان تنقل شمس يعتمد كثيرا على حركات جيوش المغول الغازية غير المنتظمة. في ذلك الحين كانت جميع الأراضي الممتدة من السند حتى مضيق القسطنطينية مهددة. كان شمس في 35 من العمر عندما أحرق المغول مسقط رأس تبريز، وخلال تجواله كانت تتناهى إليه أصوات صراخ الأهالي المدعورين وعويله، وغالبا ما كان يقرر عبارة التقطت مثل ثمرة موسمية من على قارعة الطريق. يأتي المغول فيحطمون ويحرقون ويقتلون وينهبون ويسلبون ثم يغادرون. حكيت له قصة تقول أن فارسا مغوليا دخل قرية مأهولة وقتل جميع سكانها، الواحد تلو الآخر من دون أن يجرؤ أحدا على رفع إصبعه في وجهه. وفي مكان آخر حكى له بربريا إن بربريا أعزل أمر أحد الأسرى بأن يستلقي على الأرض ولا يبرح مكانه، ثم انطلق المغولي يبحث عن سيف بهدوء، ثم عاد وقطع رأس الرجل المنكوت الذي لبس ساكنا ولم يبرح مكانه منتظرا حتفه. في أحد الأيام وصل شمس إلى دمشق، حيث سمع مرة أخرى عن ذلك الاستسلام الغريب في وجه الغزاة. قال له أحدهم: كنا مجموعة من 18 مسافرا، وفي الطريق صادف المغوليين قافلتنا وأمرنا بأن نقيد أنفسنا معا. بدأ رفاقي يقيدون أنفسهم ببعض بهدوء، وكنت أنا الوحيد الذي رفض هذا الأمر القاتل، وقلت لهم إننا 18 في مواجهة رجل واحد، لكن عبثا. واستمروا يقيدون أنفسهم. استللت خنجري فجأة وحززت حنجرة هذا المغولي، فمات في الحال. هذا الرسول المغولي ولدنا بالفراغ وتركنا وراءنا الحبال والقيود، لكن بدأ أن بعض رفاقي في القافلة قد ندموا لأنهم ضلوا على قيد الحياة. في دمشق عندما كان في 45 من عمره لقي شابا تتحلق حوله مجموعة من الأصدقاء المبتهجين، انحنى أمامه وقبل يده وقال: يا صراف عالم المغاني أدركنا. أن لا شك أنه استخدم عبارة صراف كما لو أنه كان يبدل عملة أخرى. نعم، لقد التقى بأبرز طلاب العلم في المدينة، أنه الرومي الشاب كما سأطلق عليه من الآن وصاعدا، الذي قدم إلى دمشق لدراسة علوم الدين والشريعة، بعيدا عن مشاركة قبطة الغريب الذي طلب منه أن يمسك بيده. سحب الرومي من يده التي تبللت بلعاب قبلات هذا المتضرع الندية، وانحنى ليساعد الرجل الجاثي أمامه على النهوض على قدميه، ولم يركض ينهض حتى ابتعد بسرعة، تاركا الرومي الشاب في حالة ذهول. بعدم مبالاة شاب في عمره لم يعلق الرومي أي أهمية على هذا اللقاء الغريب. أما الشخص الآخر فقد فهم أن هذا الطالب المنهمك في التهام الكتب لم ينضج بعد، وإن عليه أن يعود مرة أخرى، وأعني بالشخص الآخر شمس التبريزي الطائر. لا، لم يكن الرومي قد نضج بعد، وسيستغرق الأمر 15 سنة أخرى. وذات يوما خريفيا بينما كان يهم بمغادرة مدرسة سوق القطن، التقى مرة أخرى وبمحض الصدفة بشمس الذي كان خارجا من خانة تجار السكر. هذا اللقاء الذي قلب حياته رأسا على عقب. سأعود لاحقا إلى رواية هذا اللقاء.